حلال. نعم نعم. والله انا بناشد الناس كلها اللي هي اصحاب المحلات، والله عندي زي بركه ميه في الشارع، كل محل يمسك الخرطوم الصبح يقول لك الاستباحه، كل واحد والعماره فوق تمسك كل شويه الخرطوم للشبابيك. والله لما انا اتخنقت يجي عليا دفع الميه يقول عليك 40 جنيه 45 جنيه. طيب. يبقى الظالم مع المظلوم. نشدوا الناس دي حرام. حاضر. احنا بكره هنبقى نستنشق كوبايه ميه. ربنا يكرمك يا ام ممدوح، ربنا يكرمك. استاذ حسين السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اسم ملهم. اهلا بيك، اتفضل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. والله حضرتك سيادتك المساجد مسجد في سيادتك مسجد في المعمل كل يوم جمعة يغسل الشارع والمسجد في المعمل الغربي. ايوه ايوه مع حضرتك. وسيادتك مياه الصرف كتير جدا جدا بتروح البحر الابيض المتوسط. ايوه حضرتك ليه سيادتك في جميع الدول الثانية بعيدوا نظرها ويحللوها وترجع ثاني للشجر او للزرع؟ مياه مهمة جدا جدا كتير قوي سيادتك تروح البحر الابيض المتوسط. ايوه سيادتك ليه حضرتك تقولوا ما ماشي سيادتك الناس سيادتك مسجد كل مساجد والشوارع بالمياه بالخرافيم سيادتك يعني سيادتك في لا ملحوظه يا فندم. الو مع حضرتك اتفضل. سيادتك النيل كرة في الغربيه سيادتك بتصرف صرف صحي في النيل. وسيادتك المواشي الميته وبغز الحمير الميته وكلاب الضله كل برمي في النيل. انا حزين ايام سيادتك الفراعنه كانوا بيعملوا النيل عروسه، يعني ما نفوش بالكلام سيادتك بيعملوا عروسه للنيل عشان كانوا تراث. حاضر ربنا يكرمك. حاضر رسالتك وصلت. حاضر والله احنا ممكن طيب بس سريعه هاخد بس الباشمهندس ونرجع على طول ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مهندس عماد اهلا وسهلا. مرحبا يا استاذ ملك. اهلا بيك الله يكرمك. احيي الساده الضيوف تحيه كبيره جدا. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. بارك الله فيك يا باشمهندس. اهميه والله يعني ليس لها مثيل لانها دي الحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. الا ان انا شايف ان احنا مشدودين قوي 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 لموضوع تكاتف الدول الافريقيه على مصر او انهم بيتعاونوا ضد مصر. ايوه. ولكن انا عايز اقول واحيي كل من شارك في موضوع المياه والحفاظ على نقطه المياه، ولكن انا بقول يا اخوانا الايه اللي فضيله الشيخ قالها قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. احنا لابد ان احنا نتجه الى اتجاهات كثيرة جدا في موضوع البحث عن مصادر مياه. المياه الجوفية لابد نعمل لها دراسة عن طريق الأقمار الصناعية، وإن شاء الله لن نحرم الحياة وستكون القيادة بفضل من الله لمصر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس. نعود يا استاذ النائب. هو يعني برضه عشان نتكلم عن دول حوض النيل في السراء في عجاله السرعه والاتفاقيات والمؤتمرات والكلام من ده. سريعا معك. لما يعني اعلنت مبادره حوض النيل سنه 99 دي الآلية اللي كانت بتجمع دول حوض النيل من خلال التعاون، استنقاذ المياه، التنمية إلى آخره. لكن طبعا هذه المبادرة يعني ممكن إلغائها في أي وقت إن لم توضع في إطار مؤسسي من خلال معاهدة يتم التصديق لها من كل. ولذلك بدأت مؤتمرات دول حوض النيل لعمل يعني اتفاقية إطار مؤسسي تبلور مبادرة حوض النيل تحطها في صورة اتفاقية. بدأت مؤتمر دول حوض النيل في عنتيبي في يونيو 2007. تمام. تم الاختلاف لأن كان مصر والسودان كدولتين المصاب بيأكدوا على حاجة. نمرة واحد الحفاظ على حصة مصر والسودان التاريخية طبقا للاتفاقيات التي أبرمت. نمرة اثنين ممنوع إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان. تمام. ثالث حاجة عند الاتفاق على تغيير أي بند لابد أن يكون القرار بالإجماع في دول حوض النيل أو بالأغلبية بعد موافقة مصر والسودان. اختلفوا على هذا، فقال خلاص احنا نرفع ده لرؤساء الحكومات والدول، وانتهى مؤتمر عنتيبي. جه مؤتمر كنشاسا سنة 22/5/2007. فوجئت مصر ان فيه 7 دول متكتلة ضد مصر والسودان عاوزين يحطوا بند الامن المائي في ملحق الاتفاقية اللي هم الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم دول، وليس في صلب الاتفاقية. معنى كلام ممكن الغائهم في اي وقت. وانتهى المؤتمر على ذلك، وجم في مؤتمر بقى اسكندرية يوم 26 و27 يوليو الماضي، وفوجئنا بأن
بند الاتفاقية الإطارية المؤسسية اللي احنا عايزين نوقعها انشالت من جدول الأعمال. واتفقوا على ايه في نهاية المؤتمر الاسكندرية؟ استمرار كلام بقى الموضوع اللي يجيب استمرار بقى التعاون فيما بيننا ومزيد من البحث والدراسة على أن يعقد مؤتمر حوض النيل في شرم الشيخ في فبراير القادم. ولذلك النهارده أنا بقول يجب أن الحكومة تنقذ من إنقاذه وأن تتوجه للشعوب الأفريقية. عاوزين النهارده التواصل بيننا وبين الشعوب هي اللي باقية، نجيب أولادهم نعلمهم، نعمل لهم منح دراسية، نقيم هذا. يعني في اجتماع في شهر فبراير القادم ولذلك احنا عاوزين المفاوض المصري لابد ان احنا نسانده ونؤازره في هذا. وبعدين عاوز اتساءل النهارده لابد ان يكون في حركه دائبه من المفاوض المصري من خلال اللجان الفنيه التي تسبق مؤتمر شرم الشيخ في فبراير. بعد فوات الاوان. نعم بعد فوات الاوان من الان. انا عايز اقول ان في 7 دول برضه سياده النائب اتفقوا مع بعض في 7 دول من ضمن ال10 دول مشاهدينا الكرام: اوغندا، كينيا، تنزانيا، الكونغو، رواندا وبوروندي. تمام، ان دول اتفقوا، ال7 دول اتفقوا مع بعض على تخفيض حصه مصر. الكلام ده مظبوط؟ هم اتفقوا طبعا، عاوزين يعني حتى من بند الامن، لان هو في 3 بنود اساسيه بالنسبه لنا. ايوه. لا مناص منه او حياد، اللي هم عدم الحديث في حصه مصر التاريخيه 55 مليار ما حدش يمسها. ده خط احمر. نمرة 2 ممنوع إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان. ثالث حاجة اللي هي عندما ياخدوا قرار معين في دول حوض النيل لابد أن يكون بالإجماع أو بالأغلبية بعد موافقة مصر والسودان. الثلاث بنود الأساسية اللي هم يحققوا الأمن المائي. تمام. دكتور عبد الله، لأن الوقت بيمر سريعا، هو المداخلات اللي جات لنا في النهاية بيتكلموا عن مسألة تلوث مياه النيل والمخلفات والكلام ده كله. أنا عايز أقول يعني الحفاظ على المياه ضد ما يلوثها من الإسلام. نعم، هذا واجب كل مسلم. واجب كل مسلم أن يحافظ على هذه المياه التي هي حياتنا. سئل أحد الأمراء أو الخلفاء، سأله أحد العلماء وقال له: لو منعت عنك شربة ماء وأنت تحتاجها في صحراء أو في سفر أو غيره، ولو لم تشربها ستهلك، بكم تشتريها؟ قال له: أشتريها بنصف ملكي. أشتريها بنصف ملكي. شربة الماء غالية، لكن لا يعرفها إلا من حرم منها. يعني احنا لما بنشوف الأماكن اللي فيها جفاف أو فيها مجاعات أو فيها غير ذلك بنتأمل وبندرك نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا أن يوفر لنا شربة المياه. اللي أنا عايز أركز عليه أن احنا عايزين نركز على أولا الإسلام دين النظافة، وأن يجب للناس أنها تغسل وأنها تنظف وأنها تعمل كل حاجة، لكن بغير إسراف، باعتدال. الأمر الثاني أن احنا نحافظ على القدر المتبقي عندنا من الماء من التلوث، ان احنا نحافظ عليه من إلقاء المواد المسممة أو الأشياء المؤذية. النبي عليه الصلاة والسلام حسمها وقال: لا ضرر ولا ضرار. واللي بيفعل هذا آثم، لأنه بيجلب للناس الأمراض وبيجلب للناس الأشياء المؤذية. يبقى إذن هو شرعا أمام الإسلام آثم ومذنب وعليه وزر أمام الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يلي ذلك، أنا أريد أن أقول: إن شئنا أن تدوم النعمة وألا يحرمنا الله سبحانه وتعالى منها، يجب علينا أن لا نغفل علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين علاقة البشر والمسلمين بالله سبحانه وتعالى وبين مسألة المياه. يعني من الذنوب التي تمنع المياه والتي بسببها يمنع الخير من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نعم. وبعدين عندنا الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا نوح عليه السلام ربط مسألة ان وفرة المياه ورزق السماء من المياه مرتبط بالعلاقة الطيبة مع الله سبحانه وتعالى، عندما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ربنا يكرمك. تعقيب أخيرا. هو أولا طبعا أنا بوجه حديث المشاهدين جميعا وكلهم وطنيون وغيورين على مستقبل المياه خصوصا لأبنائنا، فلنجعل قضية المياه في مصر وترشيدها مشروعا قوميا ترفع له الأعلام كما رفعناها قبل ذلك، عن طريق أولا ملاعب كرة القدم
لابد أن نستبدل النجيلة الطبيعية الشرهة للمياه بالنجيلة الصناعية. نعيد إصلاح أوصلات المياه الخربة في المصالح الحكومية والمساجد وفي البيوت وأيضا والصنابير. المواطن النهارده اللي بيستعمل الصنبور ما يفتحوش على الآخر. يا جماعة بصوا لأولادنا، مستقبل أولادنا بالنسبة للمية عاوزين نترك لهم حاجة معينة. وأنا وضحت خطورة الأمن المائي في مصر. نعم. لابد أن يكون مشروعا قوميا نرفع له الأعلام ويتكاتف الشعب نحو ترشيد المياه. مسألة خطيرة جدا لابد أن نعيها جميعا. ربنا يكرمك يا سيادة النائب. الوقت مر سريع والموضوع موضوع كبير وموضوع خطير، لان ده بنقول ده قضيه امن قومي، وان احنا لازم ننتبه لهذا الكلام ولهذه الخطوره وللتهديدات اللي بتهدد امننا القومي وبتهدد امن اولادنا والاجيال القادمه في مساله حصه مياه مصر من النيل. مشاهدينا الكرام، انا عارف ان لما احنا سمعنا الكلام دلوقتي من سياده النائب في مساله التهديدات ودور امريكا ودور اسرائيل في دول افريقيا واللي هم سدوا الفراغ مكان مصر في افريقيا، انا متاكد ان كتير من مشاهدينا الكرام هيقولوا زي ما انا قلت لسياده النائب، احنا تركنا الفراغ ليه؟ واحنا وزاره الخارجيه والوزارات اللي بتعمل في المجال ده هم فين؟ الكلام ده كله فين؟ المكاتب وفين الاتصالات وفين السفريات وفين رجال الاعمال؟ سياده النائب بيقول احنا لابد ان احنا نقيم مشروعات تنمويه مع الدول الافريقيه، مع دول حوض النيل. فين رجال الاعمال؟ احنا للاسف كل يوم قاعدين نسمع من بعض رجال الاعمال اللي قاعد كلهم بيتساقطوا يوم بعد يوم، اللي الضوء كان مسلط عليهم، اللي هم رجال الاعمال الكبار اللي دايما ده كادر الاعلام مسلط عليهم. كل يوم قاعدين نفاجئ في الجرائد والصحف والمجلات يوميا سقوط رجل اعمال عمل كذا، ده دفع. تتخيلوا ان في رجل اعمال لسه الخلاف بتاعه مع اميره كان في 9 ليالي دفع 180 مليون جنيه في 9 ليالي، 180 مليون جنيه في 9 ليالي. طب فين 180 مليون جنيه دول من الفقراء والمساكين والمشروعات؟ فين دورنا احنا كوزارات الخارجيه احنا فين الدور ده؟ في ادارات مختصه بالتعامل مع الدول الافريقيه، هم فين من الكلام ده كله؟ احنا قاعدين دلوقتي يعني بنقول احنا يا ريتنا وقاعدين نجري دلوقتي. طب ما احنا كنا موجودين السنوات اللي فاتت دي كلها. وبقول لحضراتكم ان في مؤتمر في شرم الشيخ في فبراير القادم هيهدد الكل ويهدد حصه مصر من المياه. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يديم على مصر الامن والامان ويحفظها من كيد الاعداء ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انا عارف ان كتير هيقول دلوقتي يعني احنا فين من الكلام ده كله؟ احنا حلقها منين؟ ولا منين حلقها؟ من افريقيا ولا حلقها من اسرائيل ولا حلقها عن الحدود ولا حلقها من النقاب ولا حلقها فين ولا فين؟ نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه ويحفظ مصر من كيد الاعداء ويجعلها امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مشاهدينا الكرام، في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي النائب محمد خليل قويطه وكيل لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب. شكرا جزيلا. والشكر والتحيه والتقدير للاستاذ الشيخ عبد الله درويش امام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقه السبت القادم باذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، واحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.